بالنسبة لآلاء، آلاء آآ كان عندها مشكلتين مرتبطين ببعض، مشكلتين طبيتين مرتبطين ببعض دون الدخول في أي تفاصيل. المشكلة الأولانية تعاملنا معها، والمشكلة التانية ما زلنا نتعامل معها. طيب ليه ما قعدتش جوّه المستشفى أكتر من شهر؟ لإن خلاص دلوقتي وصلنا لمرحلة إن ممكن إنها تستكمل العلاج في البيت مع المتابعة معانا، مع الاستمرارية في الpsychotherapy والعلاج ال ال لو ال بطلت الأدوية هيحصل إيه؟ ما ينفعش تبطّل، لإن لو بطّلت الأدوية ممكن إنها ترجع تنتكس تاني، إمم. لأن لسه لم يتم الشفاء تمامًا، ما زالت في حاجة إلى الاستمرارية في العلاج، فلازم تمشي عليه لفترة. وآلاء أنا أتمنى إن ما تطلعش على الميديا، لأن للأسف برضه الحاجات السلبية اللي بتحصل بتأثّر عليها. الكومنتات بقى بتأثّر عليها، فيعني دي واحدة آمم كانت حضرتك كلمتني قُلت لي إنها ضحية. كانت ما هي ضحية وهي لها دور برضه في إنها تبقى ضحية نَفْسها وضحية مجتمع، إمم. لها دور. في عوامل تانية لا داعي للخوض فيها، زوّدت الدنيا أوي يعني. فهي محتاجة دعم ومساعدة، وفي نفس الوقت الناس ما تطلّعهاش على الساحة، سيبوها في حالها، خلّيها تبني حياتها، والأهم حاجة في الموضوع دعم أهلها ليهم. وأنا أعتقد إن لو ربنا كرمها والتزمت بالتعليمات اللي قُلناها واتفقنا مع بعض عليها، أعتقد إن ربنا يكرمها وتبقى كويسة. مدة طويلة بُصّي، ما حدّش يقدر في يحدد التعب أبدًا، النفسي آه. ما حدّش يقدر يحدد أبدًا أنا هاخف بعد قد إيه. هو إحنا نقدر نسأل سؤال، هل ممكن يخف المرض ده له علاج والّا والّا ما لأ؟ لوش؟ آه. لأ له علاج. ممكن يخف؟ ممكن يخف، إمم. لكن إمتى هيخف، إمتى هيبقى طبيعي، إمتى هيبقى مش محتاج العلاج، دي بتفرق من شخص لشخص وطبقًا لحالته وطبقًا لالتزامه بالبروتوكول العلاجي بتاع الطبيب، ده كلام عام في كل الطب. إمم. لمّا ييجي واحد يقول لك أنت هتخف في خلال 3 أيام أو 4 أيام، ما فيش حاجة اسمها كده. إمم. فأنت هتخف بسرعة لو التزمت بالكلام اللي قاله لك الطبيب بتاعك، لو التزمت بالبروتوكول العلاجي اللي اتكتب لك، لو التزمت بالنصايح والإرشادات اللي اتوصفت لك. هنا نقدر نقول إن سرعة الشخص إن هو يخف هتبقى عالية، لكن إذا أنت قصّرت في أحد هذه الأوجه، فدي هتاخد وقت أطول طبعًا في العلاج. أولًا أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، على إيه؟ وأنا أول ما يعني ما جبتها تكشف عند حضرتك قُلت له: "أنا عايزة أعرف هي عيانة والّا لأ." يعني قعد معاها 10 دقايق وكلمني قال لي: "لازم تتحجز فورًا." فيعني أنا باشكر حضرتك جدًا، جدًا، وحضرتك يعني أنقذتها وأنقذت بنتها وأنقذت عيلتها، ويعني إن شاء الله الخير ده يعود لك إن شاء الله بإذن أنا الله. مستعد أساعد أي حد والله وأساعد من قلبي، وبشرط إن يكون الشخص فعلًا عايز. بالضبط، إمم. بالضبط، عايز كلنا نقف جنبه. إمم. ما ينفعش أعلمك العوم وأنت مش عايز تعوم، إمم. فأنت عايز ومش قادر، هنا دورنا إحنا إن إحنا نساعد. وأنا ما عنديش مانع إن من خلال البرنامج بتاعك أساعد الناس كلها وآخدهم عن حُب يعني، بس يساعدونا إن إحنا نساعدهم. أولًا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ريهام. بس برضه إحنا لازم نقول إن دكتور نبيل قال إنِّك خفيتِ 60% فقط، بالضبط. ولسه في 40% هنمشي على أدوية مدة طويلة. عايزة تقولي إيه؟ أول حاجة عايزة أشكرِك. لأ مش عايزة شكرًا. لأ، أنا عايزة أشكرِك يا ريهام عشان حاجة، مش عايزة. أنتِ الوحيدة اللي ما استغلّيتيش مرضي وطلعتِ
وعملتِ حلقة وخلاص، أنتِ الوحيدة اللي قُلتِ لي أنا مش هاطلّعِك يا آلاء غير لمّا تخفّي، أنتِ الوحيدة اللي تكفّلتِ بعلاجي أنتِ أيوه ودكتور ماشي، نبيل مش عبد عايزة المقصود. أيوه دكتور نبيل باشكرِك وباشكر دكتور نبيل عبد دكتور المقصود، نبيل ما كل تردّدش لحظة. كل الشكر ليكِ وكل الشكر بس أنتِ لدكتور عارفة أنا نبيل. حاسة أنا قاعدة قدّام واحدة تانية خالص. أنا كمان، هي دي آلاء عبد ما العزيز. فيش ليلي خلاص. أنا ما أعرفش مين دي، مش فاكرة مش حاجة؟ فاكرة أي حاجة يا ريهام، باتضايق من نفسي أوي لمّا باشوف الفيديوهات، بيصعب عليَّ نفسي، يعني باتضايق من نفسي وبيصعب عليَّ نفسي أوي، إزاي عملت الناس كده؟ كلّها تقول لك طب وإزاي يعني شهر وخفِّت؟ هو أصل هو للأسف الشديد دكتور نبيل ما يقدرش يقول هي كان عندها إيه، ما يقدرش يقول كانت بتعاني من إيه، وما يقدرش يقول هي كانت بتطلع مش في وعيها ليه، لإن ده إفشاء أسرار مريض طبعًا، ولكن أيوه، هي بعد أول أسبوع يمكن قضى على 30% من اللي هي كانت بتعاني منه. هو أنا اتعالجت من شِق، وشِق تاني لسه باستكمل العلاج مع دكتور أيوه نبيل عبد الشق المقصود. الأولاني ده بقى إحنا هنخلّي بالنا إن إحنا يعني تمام، تمام، الشِق خلاص الأولاني انتهى خلاص، صح؟ خلاص انتهى، تمام، عمره ما هيرجع. اتعالجت منه تمامًا، تمامًا مع دكتور نبيل عبد المقصود، يعني مشهور طبعًا بالشِق ده جدًا ومشهور بالشِق أنا النفسي. بس أهم حاجة إن أنا اللي عايزة أقوله إن هي ماشية على أدوية ما زلت ما زالت، لو بطّلت أدوية هارجع تاني؟ فهّمِك لا، دكتور لا، لا، نبيل. لا، لأ، إن شاء الله مش هارجع تاني أبدًا. بس دكتور نبيل بس فهّمِك أنا إنِّك لو بالضبط. بطّلتِ أدوية هترجعي أوحش من الأول وهتنتكسي. بس أنا مع دكتور نبيل باستكمل علاجي، أنا مش هاسيبه يعني. طيب وناوية هتعملي هنطلع بقى نلاقيكِ لايفات كل 5 دقايق ومش لأ، عارفة إيه والّا أنتِ عايزة إيه؟ عايزة تعملي إيه في حياتِك بعد كده؟ والله عايزة أشتغل بما يرضي الله، أرجع شغلي تاني، وأبقى في حالي وأربي بنتي وبس، مش عايزة حاجة أكتر من كده، مش عايزة ستر ربنا، مش عايزة غير أكتر من كده والله يا ريحان، والله ما عايزة غير ستر ربنا، ربنا يسترها عليَّ وأربي بنتي في أمن وأمان، مش عايزة حاجة، أنا عمري ما كنت بابُص للtrend ولا حاجة، يا ريهام أنا كنت مذيعة برامج دينية، أنا ما كنتش محتاجة، كنت في قناة كبيرة مشهورة، أنا أضيّع نفسي بإيدي يا ريهام؟ أضيّع أنا نفسي بإيدي وأطلع بالشكل المشين ده؟ أنا لمّا شُفتِ الفيديوهات. لا، 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 لأ، مش أنا، أول لمّا باشوفها باقول مين دي؟ أنا مش فاكرة ولا حد الفترة اللي فاتت دي يا ريهام، قسمًا بالله الناس بتتصل بيّا على التليفون باقول لهم أنتم مين؟ طب قابلتكم إمتى؟ مش فاكرة ولا شخص. أنتِ جيتِ هنا قُلتِ لي أسامي وبلاد أنا باقول أهو قدّام الجمهور لو هم سامعينّي، أيوه. لو حد شافني الفترة اللي فاتت دي، أنا مش فاكراك وأنا ما أعرفكوش، والله ما فاكراهم، ولا اسم واحد فيهم فاكراه. الحمد لله. الحمد لله، بس دي مش أنا، مش أنا ما أعرفش مين دي، مش فاكرة، أنا مش فاكرة بقى غير وأنا في برنامج سيرنا بينا ودلوقتي قاعدة معاكِ، أنا حاسة إن أنا لسه فاكة الطرحة دلوقتي، مش فاكرة أي حاجة يا ريهام، أي حاجة. طيب الفترة اللي جاية، أنا عارفة إن أنتِ رُحتِ يعني في طريق وتعبتِ نفسيًا عشان الحاجات الكتير اللي مرّيتِ بيها وحشة، اللقاء الكبير الطويل اللي إحنا هنعمله مع بعض، هنعمله بعد ما دكتور نبيل يقول لي إن أنتِ خفّيتِ، عشان أنا إن شاء الله بإذن الله، لإن أنا مش هاقدر إن أنا أطلع أعمل معاكِ لقاء طويل ونتكلم في حاجات فاتت كده وأنتِ لسه الدكتور بيقول لي إن لسه في 40%، تمام. ولكن لغاية الوقت ده أنا عايزة الناس تشجّعِك يا إن ريت. أنتِ تشتغلي كويس وتلاقي مصدر حلال ت ت والله ما تربّي طالبة بيه أكتر من بنتِك كده. مش عايزة الضغوط أول ما تطلعي من هنا، مش عايزة الضغوط تخلّيكِ ترجعي زي ما كنتِ أو تبطّلي إن أدوية. شاء الله، أنا بس باطلب من كل الناس تدعي لي. يا جماعة والله العظيم أنا آسفة، أنا باتأسف لكم قدّام الناس كلّها، باتأسف على أي فيديو ما عجبكوش، باتأسف على أي منظر وِحِش أنا طلعت بيه، والله العظيم يا جماعة أنا ما كنتش في وعي أقسم بالله، أنا آسفة، أنا بس محتاجة منكم تدعوا لي وتساعدوني. أنا بس برضه باقول إن أي حد هيستضيفها في لقاء تلفزيوني ويفضل يسألها حاجات عن اللي فاتت واللي جه وكده، أنا مش عايزة يا آلاء ناس تستغلِّك من فضلِك. أنا مش هاطلع مع حد تاني غيرِك يا أستاذة يعني ريهام. أنتِ على فكرة هي اللي صمِّمت تقول الكلمتين دول، أنا كان بقى لي دلوقتي ودكتور نبيل من الصبح أنا ما كنتش عايزة آجي أصوّر أصلًا، أنا كنت هاخد كلمتين من أنتِ دكتور عمرِك نبيل ما وأمشي، طلبتِ تصوّري ولا عايزة أصوّر على ولا فكرة. عايزة تصوّري أنتِ. بالنسبة لي أستاذة آلاء ريهام حالة زي أيوه. حالة القلب والعيون والعظام وكده خالص، يعني
أيوه، أنتِ ما كنتيش عايزة تصوّري خالص، عايزة تعالجي كده من بعيد لبعيد. عدِّت على خير الحمد لله، آه. بس أنا باترجاكِ إنِّك ما نضيّعش المجهود اللي عملناه الفترة اللي فاتت، ونمشي على الأدوية بانتظام، وما تاني هاقول لِك ما نخلّيش الضغوط اللي برّه تضغط علينا لو دبدبنا في شغل وما لقيناش، أو رُحنا نفتح باب رزق وما اتفتحش، بلاش ننهار. إن شاء الله. خلاص، لإن أنا شخصيًا قُلت لِك إنِّك بس هتشتغلي معايا في شِق صح؟ أيوه، بس الناس والنبي عايزاهم يدعوا لي، ولو حد يقدر يساعدني في شغل أو في حاجة يساعدوني. أنتِ already أنا اتعرضت عليكِ شغل نشتغل مع بعض هو صح؟ الناس تساعدني تدعي لي، أنا عايزة الناس كلّها تُقف جنبي والنبي، أنا تعبانة وأنا لوحدي ما عنديش صحاب، ما عنديش تعبانة، خلّيكم جنبي بلاش تعليقات سلبية بالله عليك. خلاص تعليقات سلبية على إيه؟ ما فيش حاجة هتطلع سلبية عشان تاخد تعليقات سلبية. لو طلعوا قالوا دلوقتي إن أنتِ بتمثلي، إحنا معانا دكتور، هيقول حالتِك كانت إيه بالضبط، مش هيقول حالتها كانت إيه، ولكن هيقول هي كانت مريضة إزاي. أنا مش هاطوّل أكتر من كده، هي باباها فين عشان بس هناخده من ضهره كده، عايزة أأكد إن حضرتك هتستلمها. إن شاء الله. لا ربنا يبارك لِك طبعًا يا أستاذة ربنا أنتِ بجد، بجد. وشكري برضه للأستاذ الدكتور الكبير نبيل عبد المقصود برضه في رعاية آلاء، والحمد لله ده أحسن من الأول. خلّي بالك من آلاء بقى، في عينيّا من جوّه طبعًا. مش هتسيبها لوحدها تاني. لوحديها ما خالص. تسيبنيش يا بابا، عمري ما هاسيبِك يا آلاء، أنت وهافضل جنبِك. سِبتني قبل كده زمان. لأ مش لأ. هاسيبِك خلاص، ما تخافيش. بس يالّا بقى اتجدعني كده، وإن شاء الله أستاذة ريهام مجهزة لِك مفاجأة حلوة، وقولي يا رب. يا رب. بس كده.